السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباراة الحزم والهلال في الدوري الراشن السعودي. صراحة المباراة ما توقعت انها تكون كذا، صراحة مباراة حماسية كانت. صراحة فاجأني فريق الحزم، صراحة مقدم مستوى كبير في المباراة. صراحة بداية المباراة حضرها جمهور صراحة غفير في الملعب، وغريبة صراحة الكاميرا حطوها من الجهة الثانية. صراحة خلت الملعب صراحة منظر جميل. من تبدأ مباراة بهجمات خطيرة من نادي الهلال لين الدقيقة 9 سجل الهلال الهدف الأول من دربكة بعد كورة ركنية من نادي الهلال. حصل دربكة في منطقة الجزاء الحزم، وبعد ينسل بنزيم ويسجل الهدف الأول نادي الهلال بالدقيقة 9. وبعد تحس المباراة كانت سجال بين الفريقين لين انتهى الشوط الأول تقدم الهلال 1-0. ويبدأ الشوط الثاني صراحة الحزم قدم مباراة كبيرة صراحة، ما شاء الله الحزم قدم مباراة كبيرة، ضيع كم فرصة خطيرة. وفي ضربة جزاء نادي الحزم الحكم غريبة انه يحتسبها على بونو، صراحة غريبة. دقيقة 50 أو 51 للحزم، الحكم غريبة لما يحتسبها. وبعد صراحة هجمات خطيرة تصدى لها بونو، صراحة ما شاء الله تبارك الله. بونو في الشوط الثاني أنقذ الهلال من هدف التعادل كم مرة من نادي الحزم. وبعد تجي هدف لنادي الهلال، الحكم يتم إلغاؤه بحجة التسلل على مندش. وبعدها في الدقيقة 82 بعد صراحة نزول ماركوس ومندش، صراحة قدم مباراة كبيرة وهجمات خطيرة لنادي الهلال. صراحة حركوا هجوم الهلال عكس بنزيما وسالم الدوسري اللي صراحة كانوا صراحة مستواهم منخفض، خاصة سالم الدوسري. بس مندش صراحة حرك فريق الهلال وهو ماركوس صراحة بسرعتهم، وقدم صراحة مباراة كبيرة. صح ان ماركوس رونالدو يضيع فرص خطيرة، بس صراحة تحسه مفيد لنادي الهلال. ومن كرة صراحة جميلة يلعبها سيفج لمندش، ومندش سريعا يلعبها لماركوس اللي يسجل الهلال الهدف الثاني في الدقيقة 82. وبعد صراحة ضربة جزاء غريبة لكنه الغريبة الحكم احتسبها. طيب ليه ما احتسب ضربة جزاء للحزم؟ غريبة صراحة. منهم ضربة جزاء نادي الهلال في الدقيقة 90 عن انتهت المباراة ليسجل روبن نيفز الهدف الثالث لنادي الهلال. تنتهي المباراة فوز الهلال 3-0. المبروك نادي الهلال جمهور الهلال، وهارد لك نادي الحزم. الهلال صراحة مستمر في مطاردة الصدارة، ومستمر مطاردة النصر على الصدارة. المبروك نادي الهلال، وهارد لك نادي الحزم.